قبل كده عن حساسيه اللاكتوز؟ طب سمعت قبل كده عن حساسيه اللبن؟ حساسيه اللاكتوز مختلفه خالص عن حساسيه اللبن. حساسيه اللاكتوز جسمك ما بيقدرش يهضم سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن نتيجه نقص في انزيم اللاكتيز عندك، وبالتالي بتظهر عليك اعراض. امال حساسيه اللبن ايه هي عباره عن حساسيه طعام، زيها زي اي اكل عندك منه حساسيه بالظبط. بيكون سببها ان البروتين الموجود في منتجات الالبان ومشتقاتها بتحفز الجهاز المناعي عندك، فتبدا المناعه عندك تعتبر البروتين بتاع اللبن ومشتقاته جسم غريب، فبتبدا ان هي تهاجمه وتطلع له اجسام مضاده، وتبدا تظهر عليك اعراض، والاعراض دي بتكون شديده جدا وممكن كمان تؤدي للوفاه. اعراض حساسيه اللاكتوز بتكون موجوده في الجهاز الهضمي بس، عباره عن اسهال او تقلصات في البطن، دوخه، ترجيع، انتفاخات وغازات. لكن حساسيه الالبان اللي هي حساسيه الطعام بتظهر على جسمك كله، بتكون عباره عن هرش وطفح جلدي، ممكن يحصل لك صعوبه شديده في البلع، ممكن يحصل لك ضيق في التنفس، تورم في الوجه واللسان، وممكن يحصل لك فقدان في الوعي. اعراض حساسيه اللاكتوز بتظهر على حسب كل شخص انزيم اللاكتيز عنده بنسبه قد ايه، لكن حساسيه الالبان في معظم الوقت بتظهر بعد ما بتاخد اللبن او اي حاجه من مشتقاته، وبعض الاشخاص بتظهر بعد ساعات من اخدان اللبن او اي حاجه من مشتقاته. في الحالتين بيظهر كذا عرض مع بعض. عشان تعالج حساسيه اللاكتوز فانت عندك كذا حل، منها ان انت تقلل كميه اللبن ومشتقاته اللي انت بتاخدها، او انك تاخد بديل لانزيم اللاكتيز اللي ناقص عندك. لكن حساسيه الالبان الحل الوحيد ليها انك تقاطع كل منتجات الالبان ومشتقاتها، واي حاجه بيكون داخل في تصنيعها اللبن ومشتقاتها لازم تمنعها تماما عشان ما تظهرش عليك اعراض حساسيه اللبن. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش تعملوا فولو ليا.